السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير جميعا. النهاردة هعمل معاكم الزبادي وازاي يطلع معاكم القوام متماسك وكريمي زي ما انتم شايفين كده، وكمان ما تبقاش مشرشة وما يبقاش فيها شرش كتير. وكمان هنعملها من غير دقيق ومن غير نشا، وكمان هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومن غير فرن كمان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف عملناها ازاي النهاردة. شايفين ما شاء الله بجد حلوة جدا وموفرة واحسن من الجاهزة، وكفاية ان انت عاملاها بحاجة مضمونة في بيتك. يلا بينا نشوف الطريقة. مبدئيا كده هنا 2 كيلو حليب. الحليب انا عندي شارياه من عند الناس فلاحين وحطيته في الفريزر يعني متفرز، فطبعا ينفع معاك الحليب اللي هو الصابح او الطازة، وينفع معاك المفرز، بس اهم حاجة المفرز ان هي لما تحلبهولك تديهولك وانتي تشيليه في الفريزر على طول علشان خاطر ما يجبنش. تمام، ده كده كان في الفريزر وانا سبته على الرخامه ما فكش خالص، يعني لسه فيه قطع لبن عامله زي التلج اهي. بس اهم حاجه بقى في اللبن اللي انتي هتكوني مفرزاه في الفريزر، لما تيجي تسخنيه على النار ايدك تفضل فيه كده وهو بيفك علشان خاطر ما يشدش وما يرزقش في ارضيه الحله. يعني تفضلي تقلبي فيه كده بالمعلقه علشان خاطر لو سبتيه بقى يفك مع نفسه هتلاقي ان هو عمل طبقة كده في أرضية الحلة وهيشيط منك. تمام، هفضل بقى أقلب فيه بقى كده لحد لما اللبن بتاعنا يغلي. وطبعا نتأكد ان احنا هي لسه حلباه وشيلته انا في الفريزر. عايزة بقى تجيبي الطازة وبخيره على طول مفيش اي مشكلة، هو ده بس انا بحب اجيبه واخزنه كده في الفريزر يبقى جاهز عندي. تمام، وكده اللبن بتاعنا بقى بعد ما غلي هنسيبه بقى كده على الرخامة لحد لما يبرد. وهنا اللبن ما كانش برد تماما، يعني كان لسه ما تتحمليش السخونية بتاعته. انا طبعا علشان هعمله هنا بجيلي فراولة، هعمله يعني اللي هو آه بطعم الفراولة علشان العيال بيحبوه كده. فطبعا كان عندي اللي هو جيلي دريم ده، فالجيلي دريم لو انت استنيتي لما اللبن يبقى دافي وتبدأ ان انت تدوبيه مش هيدوب، هيبقى مخرص. فانا هعمل ايه، انا هاخد هنا كبشتين من اللبن احطهم في شفشق الخلاط، وهحط عليهم هنا معلقتين ونص من جيلي دريم، وهحط عليهم معلقتين كبار سكر، وهضربهم في الخلاط واسيبهم لحد لما يبقوا دافيين زي دمعة العين كده او زي رضعة البيبي. او تحطي صباعك كده في اللبن تلاقي ان انتي متحمله، تعدي من 1 ل10 كده تلاقيك ان انتي متحمله السخونيه بتاعته. تمام كده بقى ضربتهم، مش هنضيفهم بقى دلوقتي علشان خاطر لو احنا ضفناهم دلوقتي اللبن بتاعنا هيبوظ. تمام كده بقى خلاص، بعد ما كانوا بقى دافيين اللبن كله بقى عندي اصبح دافي زي رضعة البيبي. هنجيب بقى اللي احنا ضربناهم في شفشق الخلاط وهنحط عليهم هنا علبة زبادي اللي هي الفراولة. تمام، لكل كيلو لبن هنحط له علبة زبادي فراولة. العلبة دي بتبقى 75 جرام. تمام، هنحطهم بقى كده وهنضربهم بقى مع بعض كويس علشان خاطر تدوب ويبقى القوام بتاعنا يبقى كريمي. هنضربهم بقى في الخلاط وكده بقى. بعد ما ضربتهم بقى بالشكل ده هنبدأ ان احنا نضيف عليهم بقى اللبن اللي هو بقية الحلة اللي احنا اخدنا منها اللي هو الكيلو. تمام، هنقلبهم بقى مع بعض كويس. وطبعا ما تضربيش كتير علشان احنا مش عايزين اللبن بتاعنا يعمل فوم، علشان خاطر الرغاوي دي ما بتبقاش حلوة في وش الكوبايات واحنا بنصبها او بعد ما نعملها. تمام كده قلبتهم بقى كويس. هنجيب بقى كده الكوبايات بتاعتنا مغسولة وناشفة من اي مية، ونبدأ ان احنا نصب الكوبايات بتاعتنا بقى بالشكل ده. انا طبعا نقلتهم في شفشق الخلاط تاني علشان يبقى سهل معانا في ان احنا واحنا بنصب. هنصبهم بقى كده في الكوبايات بالشكل ده، ونبدأ بقى نجهز مع بعض الزبادي السادة بالشكل ده. هنجيب بقى هنا الزبادي السادة، هنبدأ ناخد هنا في الكوباية او اي شفشة، او ناخد هنا كبشتين وهنبدأ نضيف ليهم علبة زبادي اللي هي ال75 جرام. ممكن تضربيهم في الخلاط بس انا كسلت اشطف الشفشق يعني واضرب فيه، فهبدأ ان انا اقلبهم هنا. تفضلي تقلبي فيهم لحد لما يبقى القوام بتاعهم كريمي ما يبقاش فيه اي تكتلات. عادي لو ضربتيها في الخلاط بس ما نضربهاش كتير علشان خاطر ما تعملش فوم. كده خلاص بقى بعد ما قلبتهم كويس هبدأ ان انا اضيفهم بقى هنا للبن. وطبعا الزبادي الساده ما بيتحطلهوش سكر، اللي بيتحط له سكر اللي هو بطعم الفراوله. وطبعا بديل هنا الجيلي الفراوله ممكن تجيبي اللي هو الكريم شانتيه اللي هو بطعم الفراوله، بيكون بودره بيسهل عليكي بقى، ما بتحتاجيش ان انت تضربي وهو اللبن بيكون لسه سخن ولا اي حاجه. وممكن كمان تعمليها بصوص الفراولة، بتجيبي الفراولة وبتعمليها زي نظام المربى. لكل كيلو فراولة تحطي عليه ربع كيلو سكر وهتسيبيهم بقى لحد لما
يقصر كده والفراولة تستوي، وبعدين تبدأ ان انت تحطيها بقى في ارضية الكوبايات وتصب عليها الزبادي السادة عادي زي ما احنا ما عملنا كده. تاني خطوة هنا بقى مهمة، ان احنا بيكون في فوم او رغاوي كده بيكون ظاهر على وش الكوبايات، بنبدأ ان احنا نشيلها ونتخلص منها علشان خاطر تديكي السطح الاملس في النهاية. تمام كده بقى، بعد ما خلاص ما شلت كل الوش بتاع الزبادي بقى بالشكل ده، بجيب هنا مية سخنة وبتغلي، وببدأ ان انا اصبها بقى في الصينية، وبخلي المية تكون واصلة لحد نص الكوبايات او ربع الكوبايات. تمام بالشكل ده. وهنبدأ بقى ان احنا نغطيها، ممكن تغطيها بستريتش، وممكن تحطي صينية فوقيها، وممكن تحطي صاجة فوقيها زي ما انا هعمل كده. المهم الخطوات سهلة وبسيطة جدا. في الصيف تقعد 4 ساعات وبتتماسك، في الشتاء هنسيبها من 6 ساعات ل8 ساعات كده على الرخامة لحد لما تتماسك معانا الزبادي. هغطيها كده بقى واسيبها بدون ما ان احنا نهزها ولا نحركها ولا اي حاجة، هنسيبها كده مكانها. وهنا بقى بعد كان حوالي 8 ساعات كانت اتمسكت، وهي من غير ما ادخلها والله العظيم في التلاجة. شايفين ما شاء الله لسه بميتها اهي ومكانها متماسكة اهي، ما بتنزلش من الكوبايات ولا اي حاجة بالشكل ده. فطبعا هي اللي هي السادة مش متماسكة قوي، يعني فيها نسبة شرش بسيطة. هي بعض الكوبايات متماسكة والبعض مش متماسك خالص. فهندخلهم بقى، هصفيهم من المية، اشيل المية يعني من تحتيهم، واحطهم بقى في التلاجة ساعتين. وبعدين هنبدأ ان احنا ناكل منها. وكمان علشان نحطه في التلاجة علشان لما بتبقى ساقعة وباردة كده بيبقى طعمها حلو. دي كده اللي هي السادة، ودي كده اللي هي بطعم الفراولة. شايفين السادة ما بتبقاش قد كده. هندخلها بقى التلاجة تقعد ساعتين وكده بقى. بعد ما دخلناها التلاجة وقعدت ساعتين كده بقى وقت السحور، شايفين ما شاء الله بجد حلوة جدا، وطعمها حلو ومتماسكة وكريمية، وكمان ما فيهاش شرش كتير ولا اي حاجة. فان شاء الله هاتوا واعملوها، اعملوا بتاع الاسبوع كله، هيريح عليكم وهيوفر عليكم في الوقت، وكمان اوفر من الشراء، لان بجد الكوبايات هنا كبيرة مش كوبايات صغيرة. بخلاف الكوباية اللي هي ال75 جرام دي مشترينا ب5 جنيه، يعني معلقتين وخلاص. فطبعا نعمله في البيت بيكون اوفر واطعم من الجاهز. شايفين ما شاء الله متماسك اهو، ومش مشرشة، وما حطيناهاش نشا ولا حطينا لها دقيق. في ناس بتحط لها دقيق وفي ناس بتحط لها نشا. احنا عملناها بالطريقة العادية اللي هي بتاعتنا بتاعت زمان، وده كده كانت النتيجة بتاعتها. ان شاء الله اتمنى تجربوها، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة انزلها. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.